مبين عندك فكرة فيلم جديد. اكيد عندي فكرة فيلم جديد، فكرة بطل خارق، الرجل العنكبوت. وين الخارق بالموضوع؟ حشرة بنا على طقها تموت. لا استاذ، الرجل العنكبوت يعني عنده صفات العنكبوت بس مو هو نفسه عنكبوت. يعني ياكل ذبان؟ لا. يعني يعيش داخل شبكة؟ هم لا. زين إذا واحد رش يمه مبيد مال حشرات يموت؟ يمكن لا. بعد صفات العنكبوت وين؟ فيلمنا يبدأ بشخصية بيتر باركر، طالب عادي وتقدر تقول عنه نيرد نوعا ما، ويتنمرون عليه بقية الطلاب. بس يوم من الأيام ياخذون المدرسة للمعرض العلوم، واكو عنكبوت شارد من الشيشة مالته، وهذا العنكبوت يكون متعرض لإشعاعات نووية ويقرص بيتر بإيده. الله يرحمه. لا هو ما مات، هو شوية حس بدوخه وراسه ظل يأذيه. اي اكيد اذا العنكبوت سام ومتعرض لاشعاعات نوويه، يعني عنكبوت مشع اكيد يحس هيك. اهم شيء هو يكون لحق على المستشفى. لا ما راح المستشفى، هو طبل غرفته وسد الباب ونام. اقول لك لحظه، هي السينما فن والفن رساله، رسالتك للمشاهد شنو هي؟ يعني جاي تقول اذا قرصك عنكبوت مشع وروحك بدات تطلع لفراسك ونام؟ انت ليش ما تسمي الفيلم الاعمار بيد الله؟ بعد ما انغمى عليه صاحب غرفته لقى روحه تحول البطل خارق. يجوز مات وانتقل للجنه؟ لا بالعكس، صار بطل خارق وعنده عضلات وجسمه يخبل. بس لحظه خليك وياي، شبابنا جماعه التمرين علي من تضيع سنين من حياتك وشد وبروتين وخساره فلوس. خويا بوجهك اقرب عنكبوت مشع. شوف العضلات تجيك هيك عضلات مفرطه. كمل خوي كمل. ويا من تحكي؟ ما يهم سلك. لا استاذ، هاي انا اللي اقولها لما انت تقول لي سلك وانا اقول لك تسليك، فانت اليوم اخذت دوري. نرجع لبطلنا بيتر اللي بالاضافه للعضلات اللي اكتسبها صارت عنده بعد قدره خارقه اضافيه، وهي الاحساس العنكبوتي. يعني شلون؟ يعني يقدر يحس بالاشياء من قبل لا تصير. سبحانك ربي. وافضل قدره صارت عنده انه من يسوي هيجي يطلع منها شباك عنكبوتيه من ايده. من ايده مو من غير مكان؟ اعرف شنو ببالك، لا بس من ايده. زين هو وين يخزن هاي الشباك بجسمه؟ اندليت بس انا المستغرب منه سيف جنان ما شرح على هالحاله، يعني اول مره اسمعها. كمل. بعد ما يتحول بيتر باركر للرجل العنكبوتي قرر انه يسوي له زي خاص زي مال ابطال خارقين حتى يشارك بيه بالمصارعه، بس الزي مالته زباله وكل العالم تضحك عليه. اذا على زياء كان خطيه سوبرمان شو تقول عليه؟ لابس لباس احمر جوكو يتقلب على الوادم. لا تخاف استاذ، هذا الزي ما راح يستمر ويانا نهايه الفيلم. بيتر باركر بعد ما يموت عمه الانكل بين ايديه راح يظل يتفنن ويسوي زي ما البطل خارق خبل. يعني هنا قصدك بعد ما مات عمه جاء واهس وصار خياط؟ لا استاذ، هو اكو ناس من تحزن تبكي واكو ناس من تحزن تظل تتفنن وتعرف تخيط وتسوي زيات تخبل. فهو قال لك بدل ما اقضيها بكي ونحيب وكذا راح اسوي لي زي واصير بطل خارق. وبعد ما يقرر هذا القرار راح نتعرف على الشرير الموجود بالفيلم، نورمان اوزبورن، جرين جوبلin المارد الاخضر. اوزبورن هذا النوب شنو فيلمه؟ نورمان اوزبورن هو الشرير الموجود عندنا بالفيلم، وهذا شخص كل الشرير بحيث من قد ما خطر الشرير عنده قنابل اذا يذبها على العالم تتحول لهياكل عظميه. لعد بيتر باركر شلون راح يحارب هذا ذا هيك عنده قنابل؟ لا استاذ، انا كتبت القنابل هاي يستخدمها بس مره واحده ما يستخدمها بعد. هو بعد ما يعني يشوف بيتر باركر ويتعرف عليه يقول له انت ليش بطل خارق؟ ليش ما تجي ونصير اشرار سوا؟ حلو. وبيتر يقول له لا وتقب العركه. لا هو الجرين جوبلin صح شرير بس شوي متفهم، يعني من شاف بيتر رفض ما اجى قتله بسرعه. لا انا كتبت له هنا راح يقول له اوكي بيتر انت فكر ورد لي خبر بعدين. لحد الان الفيلم ما بيشي يحمس. اعرفك شو تريد لا تخاف، انا بحس بحسابك. اكو بالفيلم بنيه اسمها ام جي. شلون بنيه تخبص بوي. هو بيتر يحبها بس هي ما تحب بيتر، هي كانت تحب واحد وياهم بالمدرسه، وبعدين عافت هذا اللي وياهم بالمدرسه وحبت هاري اوزبورن اللي يصير ابن نورمان اوزبورن اللي هو نفسه الجرين جوبلin. حلو. صوح بيتنا ما ظل بنفس واحد. وبعدين تحب سبايدر مان بدون ما تدري بيه انه هو نفسه بيتر باركر، وكاتب لهم شلون مشهد يتباوسون بالمقلوب. بوي. بعد ما الجرين جوبلin يعرف انه سبايدر مان زاحف على ام جي تجي له خوش فكره، ياخذ مقطوره متروسه جهال وياخذ ام جي وعلكم على الجسر منا ومنا، وقل لسبايدر مان اختار بوي، الجهال تنقذهم لو تنقذ حبيبتك ام جي.
اكيد ينقذ الاطفال اذا هي راكبه حتى ويا خيل الحمزه، يلقى غيرها بس الاطفال خطيه مالهم ذنب. لا استاذ، ينقذهم اثنينهم وتصير معركه تخبل بين البطل مالتنا سبايدر مان وبين الجرين جوبلin، وبهاي المعركه الجرين جوبلin بالغلط يجيب الزلاجه مالته يريد يطق بيتر باركر، بس بيتر باركر يطفر وتجي السكاكين مالت الزلاجه ببطنه ويموت وينتهي الفيلم. جدا عظيم. انا ببالي الدور ام جي ننطيه للراقصه ملاك القيسي، شلون وصلت خبل طق بالقاع، راح تجيب الدور خصوصا ويا ادوار الخيانه، ونخلي النص انه بيتر باركر ينكسر قلبه ويروح يشوف ملاك القيسي بالملهى ويلقى هاري اورسبورن يكيد فوقها، او يلقى صديق المدرسه يبوعج ويتحسر، راح تكون متروسه اغاني ورقص والشباب راح يجون انا متاكد. لا استاذ، بس هاي مو فكره الفيلم اللي انا كاتبه. يا فيلم سبايدر مان يابا، هو احنا بالقوه نريد نطلع روحنا من هالمعمى، انت تروح تشتغل لي والله عنكبوت مشع، وهاي هسه يقول لك العراق يخص بيورانيوم وعنكب، اقعد واسكت واستر علينا. ها معنكب سترت. مرحبا شباب، اتمنى تكون عجبتكم هاي الحلقه. اذا تريدون كتبوا لنا اسماء الافلام اللي حابين نخمط منها بالايام الجايه بالتعليقات، واذا كنت تحب ملاك القيسي لو ام جي اشترك بالقناه، اشترك وفعل جرس التنبيهات هم، واكتب لنا الاسماء مال الافلام اللي تريدها. تمام، اوفق من ملاك القيسي، الغي الصوره بالمونتاج، الغيها اوفق منها.